ارتحنا الحمد لله. لكن انا عايز ارد على الناس اللي بتقول ان هدف امام عاشور ماله؟ هينسي الناس هدف مجدي عبد الغني. بالعكس. بالعكس ليه؟ الجون بتاع الواد امام طلع اوفسايد. لازم الواد جاب جون خلاص، لازم ننسى بقى جونك، خلاص خلصنا. بالعكس الموضوع ده مهم جدا. لا مش مهم، عادي. لازم تفتحوا يعني ودانكم معايا. مفتحين اهو. قول. هدف امام عاشور جه ناحيه اليمين. ايوه حصل. هدف مجدي عبد الغني جه فين؟ ناحية اليمين كده. كده برضه. يا رب يا رب. ناحيه اليمين. ايوه ايوه شفنا يبقى للأسف. اذا في تشابه في الاهداف. لا مفيش تشابه، مفيش تشابه، ومش شبه بعض على فكرة، حرام عليك ارحمنا، انا بقالي 30 سنة. الجون ده قرب ينزل في مقررات الدراسات الاجتماعية. وفي تشابه هدف امام عاشور عمل تعادل مع، يعني هو تقدم بس في النهايه أيوة. اتعادلنا مع بلجيكا. ايوه تعادلنا مع بلجيكا وخدنا النقطة. هدف مجدي عبد الغني ماله؟ اتعادل مع هولندا. حصل. انا مش فاكره، انا ما وعاش عليه الجون ده، انا كنت صغير كفايه، انا شفته في الاعلانات بس. يبقى هنا في اهو في ايه تشابه. يا سيدي؟ مفيش حاجه، مفيش والله، ما في حاجه. هعيط. بص انا هقعد لك كده بقى، انت هتجنني. انا هكمل لك الفيديو كده. انا بحب امام عاشور. اه امام عاشور بيلبس رقم 8، انا صح. بلبس رقم 8. شوفوا يعني لحد ايه؟ دلوقتي بديكوا اكتر من حاجه فيها تشابه كبير مفيش جدا حاجه. بين هدف امام وهدف مجدي عبد الغني. ايوه بس هدف امام كان ملعوب، لكن انت الهدف بتاعك كان من ضربة جزاء. تشابه فين التشابه؟ هو احنا لازم نوجد تشابه وخلاص؟ الحاجه الوحيده اللي فارقه بين هدف امام وهدف مجدي عبد الغني هيقولها. هيقول بقى موضوع ضربة الجزاء ان اهي جاي. جاي. هولندا كانت بطلة اوروبا. اه اما بلجيكا على الله حكايتها. كرة القدم غير منصفة. يعني حتى وهو بيقارن طلع جون وهو احسن. حرام حرام، انا مش عارف يعملوا لك ايه. ما انت هتيجي الماتش الجاي، لو افترضنا مثلا ان احنا كسبنا نيوزيلندا، هيقول لك لا دول العالم في خدهم بيضة وهولندا كانوا احسن. طب احنا ناخد كاس العالم؟ ما هو لو رحنا لعبنا فرنسا، ما انت شفت الواد امبابا بيجري ما فيش حد عارف يوقفه، ده بالكهرباء امبابا ده، مش عارف نعمل لك ايه طيب عشان نخلص بالجون ده. كابتن مجدي الحمد لله، ارتحنا الحمد لله. لكن انا عايز ارد على الناس اللي بتقول ان هدف امام عاشور